واش هو السر تاع الدولمة تاع الطرشي اللي يخليها تجي بنينة ويجي الطرشي تاعنا بنين وما يعطينيش هذيك الرائحة تاع الطرشي اللي ما يحبوهاش بزاف بزاف منا. ايضا ما تعطينيش هذيك لاريرغو، يعني نجيو ناكلو الطرشي نحسو بهذيك المرارة مع الاخر. ايا معايا نكتشفوا مع بعض هذا السر تاع الدولمة اللي يخليها بنينة. ايضا طريقتها تاع الطياب كيفاش الطيب وتجي بنينة بنة لا توصف. من نهار تاع اليوم راح تعتمدي هذا الوصفة وريحة يعجبك بزاف الطرشي بهذه الطريقة اللي راح تطيبيها تاعي. في طنجرة ندير شوية تاع الزيت، شوية تاع السمن ولا مارغرين، زوج حبات تاع طوماطيش كنت ميكسيتهم، سنينة تاع الثوم كنت كرفشتهم، نحمص مليح، درت مور تاع الطوماطيش اللي كنت خدمتها معاكم، عندي الفيديو تاعها مع فلفل مطحون حار، انا درتها انا حاره الاختياري. ومن بعد درت لي زيبيس، درت فلفل كحل، شويه تاع القزبر، شويه تاع راس الحانوت، ودرت شويه تاع الكركم وريقه تاع الرند وخليتها طيب. بعدها جيت خدمت لافاغس تاعي اللي كنت درت شويه تاع الفيونداشي، مورف تاع البصل المرحي، شويه تاع البصل المرحي، ودرت شويه سنينه تاع الثوم مرحيين، ملح فلفل كحل قزبر، ودرت شويه تاع الكمون. راح تقولي لي الكمون راح يعطي لها واحد البنه مع خاصه مع لا فيونداجي. درت زوج مغارف تاع الروز اللي كنت نقعتهم قبل واحد الساعه هكذاك، غسلته ومن بعد ضفته، ودرت شويه تاع الملح، ودرت معدنوس، ودرت حبه تاع البيض كامله، خلط كامل هذيك لافاكس والمكونات مع بعض. بعدها نجي نعمر الطرشي تاعي اللي كنت انا خيرت هذا الطرشي الصغير تاع الدولمه، هذا المكركب كما نقولوا له المدور الصغير اللي كنت خيرته حبه بحبه، نقيته ومن بعد عمرت هذيك الطرشي تاعي كامل، عمرته بهذيك لافاكس. بعدها عمرت ديك الحبه تاع الطوماطيش انا درتها هنايا اضافيه باش تزين لي فقط الطبق تاعي. بعدها نجي نشوفوا هذا السر اللي يخلي الدولمه تاعي قلت لكم بنينه، ونشوفوا طريقه الطياب تاع الطرشي. الطرشي ما نروحش نديره مباشره في القدره ولا في لاصوص، كي تروحي ديريه مباشره اوتوماتيكمون يطلق هذيك الريحه تاعو، ويطلق هذاك المراره تاع القشره اللي فيه. من الأحسن تروحي تقليه، نقلوه قبل، كي نروحو نقلوه ماهوش زعما باش شكلا فقط، لكن هنا يكتمن السر تاع الطياب. كي تروحي تقليه راح تتربى ذيك القشره اللي تجي من الفوق، وهذيك القشره اللي تطلق لي المراره وتطلق لي هذيك الرائحه تاع اللي تبدل لي ريحه لي زيبيس وريحه التوابل اللي تكون طيب لاصوص تاعي. بعدها نقشرو، تجي نقشرو ومن بعد نروح نرمي ذيك لاصوص تاعي هنا كان طابت، درت لها رشه تاع الكمون مع الاخير، وبعدها ضفت الطرشي تاعي كامل حطيته، ستفته باش يزيد يطيب. كانت هنايا المرقه قليله، زدت لها شويه تاع الماء، غلقت الطنجره تاعي وخليتها حتى طابت كامل. نديرو موس في القلب تاع الحبه تاع الطرشي، نلقاو باللي ذاك الموس دخل، يعني طابت لي ذاك الروز والفيونداشي اللي داخل. نقفل، نطفي عليها ونزينها هنا كتقديم. كاين اللي يدير لها مباشره فوقها لافيون عفوا يدير لها الفورماج رابي، ولا يديرها في الفور تيغراتينا. انا فضلت نقدمها هكذا بهذه الطريقه. الى عجبتكم الوصفه خلوا لي تعليق، ديروا لي جام القناه تاعي باش يصلكم كل جديد ويطلع لكم وصفاتي، شجعوني باش نزيد نهبط لكم وصفات واحد اخرين. تحياتي مني لكم وسلام، شهيه طيبه.